الله نبيا ورسولا، فالمؤمن ليس كغيره من البشر، ينتفع بعمله وينتفع بما يأتي بعده من عمل صالح. أما الكافر فهو الذي أشار إليه ربنا بقوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وهذا ربما يستدل به بعض من لا فقه له ولا علم له فيجعلها في المؤمن، يقول لك الإنسان كيموت خلاص كيتقص عليه التراب ما بقى والو. ولا يفرق هذا الجاهل بين مؤمن وغير مؤمن، لا يفرق بين مؤمن أكرمه الله بنعمة الإيمان واليقين فأتعب نفسه في هذه الدنيا إرضاء لرب العالمين فيجازيه الله فيلحق ما يأتي بعده من عمل صالح ويكرم ويكتبه في صحيفته إكراما له. وقد قال الإمام شارح الجوهرة أخبر في شرحه حينما تحدث عن قضية الموت أن المؤمن إذا مات، الإنسان المؤمن هذا لما يموت ويدفن في قبره، الملكان اللذان كان معه يكتبان أعماله الصالحة وغير الصالحة، الحسنات والسيئات، بعد أن يقضى أو أن يقضي هذا الإنسان يعني حياته وينقضي أجله وتصعد روحه إلى الله تبارك وتعالى، يرتفع هذان الملكان إلى الله عز وجل بصحيفة هذا الميت، لأن العمل انتهى خلاص كمل. فلما يعني يذهبان بهذا العمل إلى ربهما يخاطبهما الله تعالى جل وعلا: أين كنتما وماذا تريدان؟ يقول: يا رب احنا كنا مع عبدك نكتب عليه ونكتب له كما أمرتنا، والآن قد انقضى أجله ولم يبق شيء. فيقول الله لهما: بلى، بل بقي له، ارجعا إلى قبره وقفا عند قبره واكتبا له خيره الذي عمله في الدنيا إلى يوم القيامة. عاودوا له القبر نتاعو وقودوا عند القبر امكثا عند قبره واكتبا له كل ما يصله بعد موته، أي خير يصله بعد موته من دعاء أو صدقة أو استغفار أو غير ذلك. هذان الملكان يكتبان هذا العمل، وعندما تقوم القيامة تضاف هذه الأعمال إلى صحيفة هذا الميت المؤمن. فلذلك لما يحاسب ربي الإنسان المؤمن هذا يوم القيامة ويعطيه الصحيفة تاعه ويقراها، هذا المؤمن يجد في صحيفته أعمال ما دارهاش في الدنيا ومتأكد باللي ما دارهاش هكذا، فيقول: يا ربي هذه أعمال لم أعملها، أعمال صالحة. فيخبره الله تعالى كما جاء في الحديث أن هذا ما قدمه لك الأحياء بعد موتك. لذلك احنا عندنا هذا العقيدة أن الإنسان لما يموت نقرأ القرآن ونحن نظن أن القرآن ينفعه ونتصدق بالصدقة ونظن أنها تنفعه، يعني كي نقولوا نظن يعني نتيقن ذلك، لأننا نتعامل مع رب كريم لا يرد عباده، وحينما نطعم الطعام بعد موته نتيقن في الله أنه سيكون في ميزان حسناته. إذن وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا بحق الكافر إذا مات ليس له بعد موته شيء، لأنه خرج من الدنيا كافرا، والكافر لا ينتفع بأي شيء لا في حياته ولا بعد موته. أما المؤمن فهو غير هذا الإنسان. المؤمن ينتفع بعمله الذي عمله في الدنيا وينتفع بما يقدم له بعد موته. ولذلك أيها الإخوة الكرام، المؤمن ما عليه إلا أن يحسن ظنه بربه. ورب العالمين قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. والله الظن في ربي الخير لا تصيب الخير قدامك. احنا ما ناش بهالي قاعدين كما قالوا مخلين ديارنا وجايين هنا ولا في اي مكان لما نعزوا خاوتنا ونقراوا القران ونديروا هذه الكلمات ونتصدقوا والناس فرحانه وتدعي، ما ناش بهالي الحنايا. إذا كان درنا غير هكذا هذا يدل على حمقنا، لا حاشا لله. المؤمن عاقل وعقله يدفعه إلى أنه ينبغي أن ينفع غيره حتى ينفعه الله. احنا نقدموا هذا الخير لهذا الناس اللي راحوا سبقونا عند ربي وراهم ضيافة عند ربي، باش لما غدوة إن شاء الله يجي الميعاد نتاعنا أيضا نجد من ينفعنا، لأنه كما تدين تدان. إذن هذا أمر ينبغي أن نتنبه له. أيها الأحباب، الإنسان المؤمن في هذه الدنيا عليه أن يعلم علوما يقينية لا شك فيها، ذكرها سيدنا رسول الله في حديث
قدسي أخبر به سيدنا جبريل سيدنا رسول الله، وهذا يتعلق بالقضية هذه تاع الموت. واش هي؟ هي أن سيدنا جبريل عليه السلام نزل ذات يوم على سيدنا رسول الله، فقال له، خاطبه وهو يخاطب أمته معه، قال له: يا محمد، إن الحق تبارك وتعالى يقول لك: أحبب من شئت فإنك مفارقه، وعش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. نصائح ثلاث من رب العالمين الذي يريد الخير لعباده ويريد أن ينبههم من غفلته، لأن القضية تاع الموت مفروغ منها، ولكن يعني بالنسبة للموت المقصود من الموت هو التنبه من الغفلة أو من نوم الغفلة، هذا هو المقصود. احنا لما نشوفوا جنازة ونحضروا وندفنوا ماهوش يعني أننا نتأكدوا باللي الموت كاين، خلاص هذا أمر مفروغ منه، ولكن هذا الموت هو علامة جعلها الله تعالى في الدنيا تنبهنا إلى تقصيرنا إن كنا مقصرين، وتدفعنا إلى المزيد في الطاعة والاجتهاد لله رب العالمين. هذا هو المقصود من الموت، هذا هو المقصود أيها الأحباب. الذي يكون غافلا ويكون بعيدا عندما يرى هذا المصرع ويرى هذه النهاية يدفعه ذلك إلى أن يعني يتوقف عن تقصيره وأن يعود إلى ربه عز وجل. والذي كان في قبل ذلك في طريق ربه يعني يجتهد في إرضاء مولاه، هذا الموت يدفعه إلى الزيادة حتى لا مزيد عنها أو عليها. ولذلك يقول سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه: لو كشف الغطاء مزدت يقينا. وقال أيضا: لو قيل لي إن غدا هو يوم القيامة ما استطعت أن أزيد في عملي. لو كان يقولوا باللي غدوة الساعة غادي تقوم ولا اليوم الساعة تقوم، خلاص لا أستطيع أن أزيد فوق عمل، لأنه قدم ما يقدر عليه من العمل الذي ينفعه عند ربه. هذا هو المؤمن. المؤمن دائما ينبغي أن يكون على أهبة الاستعداد، مش يحتمل يتطفر وتوقع عنده الواقعة يولي كما قال يتندم ويولي. صحيح الإنسان يتندم معليش ويعاود ربي معليش يولي ويستغفر، ولكن البطولة أن تكون مقبلا على ربك قبل أن ينزل عليك هذا الواعظ الذي جعله الله في هذه الدنيا. وأعظم واعظ هو الموت، فالموت واعظ صامت، والقرآن واعظ ناطق. القرآن لما تقرأه يعظك بما تقرأه وبما تنطق به، أما الموت فإنه واعظ صامت يعظك دون أن يتكلم، لأن حال الميت هو الذي يدفعك إلى الاجتهاد في طاعة ربك. ولذلك قال أحد الشعراء وهو يصوغ هذا المعنى: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. كل واحد لا بد أن يأتي يوم يحمل كما يقول الشيخ النابلسي أفقيا بعد أن كان يمشي عموديا. بدل اللي كان يمشي على كرعيه واللي يمشي أفقيا يحمل على أعناق الرجال، هذا أمر مفروغ منه. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، ولو عاش في الدنيا ما عاش لا بد أن يأتي أجله، أن يموت بغير سبب أو أن يموت بسبب الهرم والكبر. ما هوش غير المرض اللي يقتل، لا، الهرم يفني الإنسان والأجل يقطع الإنسان عن هذه الدنيا. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما، أي سيأتي عليه يوم يحمل على آلة حدباء، على النعش، على هذا النعش ولا كما يقولون هنا المحمل ولا التابوت، سميه كما شئت، على آلة حدباء محمول. فإذا حملت إلى القبور جنازة، هاو الواعظ، فاعلم بأنك بعدها محمول. أنت اليوم حامل وغدا محمول على الأعناق. أنت اليوم تصلي على هذا الفقيد وتتمنى له الرحمة وتدعو له بالصدق والإخلاص، وغدا يصلى عليك وتدفن كما دفن من قبلك، ويسأل لك الدعاء وتذكر بالخير إن كنت من أهل الخير. هذا أمر نخلف فيه بعضنا بعض. ولذلك العلماء يقول لك نحن عبارة، احنا الأحياء في ذا الوقت نحن جنائز معجلة. هذو اللي ماتوا قبلنا جنائز معجلة، تعجلت يعني آجالهم. احنا جنائز وإن كنا أحياء ولكن جنائز مؤجلة، سوف يأتي
يعني الأجل في الوقت الذي يريده الله تبارك وتعالى. إذن الموت لا بد منه. عش ما شئت فإنك ميت، هذه الوصية الأولى. عش ما شئت. وطبعا الإنسان ما يتحكمش في الأجل بتاعه. الأجل والرزق بيد الله. كل الأمور قد يتصرف فيها الإنسان إلا الأجل والرزق فإنهما بيد الله. لأن لو كان جاء الرزق عندنا إحنا، لو كان جاء الرزق عندنا إحنا وانا نشوف الحال نتاع الناس هذا الوقت، ربما كان كما قال لك يعني ما دام الرزق راه عندي وبيدي وانا نتحكم فيه نخليك تموت وانت تشوف. هكذا الحمد لله اللي رزق ربي جعله عنده هو ليس عند العباد. قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق. فالرزق بيد الله والاجل بيد الله. لا يموت احد حتى يستوفي اجله، ولا يمكن لأحد أن يموت قبل أجل. لذلك قال العلماء كلمة الحق لا تقطع أجلا ولا تنقص رزقا. كلمة الحق، الإنسان لما حينما يريد أن يقول كلمة الحق في هذه الدنيا ما يخافش، لأن الأجل موقوت ولأن الرزق معلوم. إذن الإنسان أجله بيده. الإنسان قد يموت بسبب وبغير سبب، تعددت الأسباب والموت واحد كما قيل. ولكن تشوف يموت الكبير ويموت الصغير ويموت المريض ويموت الصحيح، يموت المسافر ويموت الحاضر، كل لا بد أن يذوق من هذا الكأس، لأنه لا بد أن تظهر عظمة ربنا وقهره في هذا الكون. حتى الإنسان إذا كان طغى وتعدى الطور نتاعه وظن في نفسه أنه قد ملك الدنيا، يأتي الموت فيرده إلى حجمه، رغم أن الموت كاين والأجل معلوم، إلا أنه كاين بعض الناس اللي تعدوا الطور نتاعهم. حتى قال فرعون أنا ربكم الأعلى، في لحظة نتاع غفلة ولحظة تاع نسيان نسى ربي فنسب لنفسه ما لا يليق، رغم أنه يعلم أن الموت قادم. لذلك أيها الأحباب الموت جعله الله يعني علامة على قهر رب العالمين لعباده. مهما فعلت أيها العبد في هذه الدنيا فإن لك يوما لا بد أن تأتي إلى ربك، لن تسبق الله أبدا، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. فالإنسان ربي لما يخلقه ما يشاور حتى واحد، ونهار اللي يديه ما يشاور حتى واحد. عيش ما شئت، عش في هذه الدنيا ما شئت، أي ما شئت على قدر مشيئة ربك، لأن أنت ما تحكمش في الأجر تاعك، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. لكن هل يجي الأمر تاع ربي لا بد أن ينزل بك، قد يكون بسبب وقد يكون بغير سبب. والذي نراه في هذا الوقت أن الموت بغير سبب أصبح فاشيا. هذا الموت نتاع الفجأة اللي يقول لك سكتة قلبية ولا دماغية ولا مش عارف، راها زاد وقوى وكثر. ألا أكثر في هذا الوقت، لأن هذا من علامات الساعة كما قال رسول الله. من علامات الساعة كثرة موت الفجأة، أن يسقط الإنسان دون سبب. عش ما شئت فإنك ميت، لا بد، نهاية الطريق هي الموت. ولكن هذه هي نهاية الطريق بالنسبة للكافر والفاجر والفاسق. أما بداية الطريق فإنها تكون للمؤمن بعد الموت. المؤمن هذا طريقه يبدأ بعد الموت، وهذا هو الفارق ما بيننا وبين غيرنا. لأن هذه الدنيا كما قال رسول الله سجن المؤمن وجنة الكافر. المؤمن تبدأ حياته الحقيقية بعد الموت. هذا الناس اللي ماتوا الآن لو كان قدر رب العالمين يعطيك البصيرة وتستقصيهم، ما كاش اللي غادي، ما كاش اللي يقول لك نعاود نولي، كاش مهما أنه كان في الدنيا ما خصه والو وكان مهني ومريح وعنده كل الوسائل نتاع الراحة، صح يقول لك لا أعود إلى هذه الدار وقد أنجاني الله تعالى منها، لأنها دار الغرور ودار الهم ودار الأكدار ودار الشرور ودار الفساد والإفساد. أما الآخرة يعني بعد الموت عالم البرزخ وما يأتي بعده، هذا جوار رب العالمين. هذا الناس لهم ضيافة على ربي سبحانه. أي مقبرة تفوت عليها في بلاد المسلمين اعلم أن أهلها في جوار رب العالمين، في ضيافة رب العالمين. كيفاش ربي يضيفهم ويكرمهم هذا عند ربي سبحانه وتعالى. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. الإنسان مهما يكون عزيز على قلبك، وهذا لازم
يعني يدفعنا إلى ماذا؟ إلى أن الإنسان عليه يعني أن يعلم أنه مهما تعلق قلبك بمخلوق فان فلا بد أن يفنى، مهما يكون الإنسان عزيز على قلبك. هذه الحاجة خالتي خديجة، هذه المرأة الخيرة الطيبة التي يعني من الزمن الماضي، زمن الحياء وزمن الطيب وزمن الكرم وزمن الإحسان وزمن زمن النية، يعني بلغت من العمر حتى تعلق بها أولادها وأحفادها وأحفاد أحفادها، وربي كرمها حتى جعل من صلب أو يعني من نسلها حملة كتاب الله تبارك وتعالى، حتى رأت هذا الخير بأم عينها، ولما يعني تزورها تحس كأنها راهي فرحانة بالشيء اللي أعطاها لها ربي، لأن جعل من نسلها حملة لكتاب رب العالمين. وحامل القرآن يشفعه الله يوم القيامة في 10 من آل بيته، ويحلى والداه يوم القيامة تاج الكرامة كما قال رسول الله. هي عندها بدل واحد أكثر من واحد، هذا كله من كرم الله عليها. ولكن مهما تكون المعزة نتاعها والمحبة نتاعها والقيمة نتاعها والقدر نتاعها في قلوب أولادها وأحفادها لا بد أن تذهب، وقد ذهبت كما أراد الله عز وجل. فهذه المحبة أيها الأحباب التي تكون بينك وبين هذا العبد العزيز على قلبك، أمك ولا أبوك ولا أخوك ولا أختك ولا ودك ولا بنتك ولا ما عارف ولا صديقك ولا خليلك، لا بد أن تفارقه يوما من الأيام. إما أن تفارقه أنت تموت وتخليه، وإما أن يفارقك هو يروح ويخليك، يروح ويخليك. فلا بد من الفرقة أيها الأحباب، ولكنها فرقة مؤقتة، هذا فراق مؤقت. هذا هو الذي ينبغي أن يفهمه المؤمن، أن الفرقة هذه مع الوالدين ومع الخاوة ومع الأحباب فراق مؤقت بقدر أن اللحاق بهم. كي تلحق بهم راك معهم هكذا، حينما تلتحق بهم وينتهي أجلك تجد نفسك معهم، ويرحبوا بك ويفرحوا بك ويسقسوك كما قال رسول الله. الميت هذا لما يموت وينتقل إلى جوار ربه، المؤمن لما حينما يستصعد روحه إلى الملأ الأعلى ويلتقي بأرواح من سبق لما قبله استقبلوه كما احنا استقينا ساعة واستقبلنا بعضنا بعض وفرحنا ببعضنا البعض، يفرحوا بعضهم بعض، يفرحوا به ويستقسوه كيراكم كيف خليت الدنيا، ويزيدوا يستقسوه حتى عليكم انتم الأحياء، كيف فلان كي راه داير، فلان كي راهي دايره، فلان تزوج ولا ما تزوجش، فلان كي صرا له، فلان اللي كان على ذيك المشكلة راحت ولا ما راحتش. هؤلاء الأموات الذين سبقونا يسألون هذا الميت الجديد عن أحوال أهل الدنيا، بالله عليكم فكيف لا نسأل عنهم نحن؟ إذا كانوا ما يسقسوا علينا احنا لاش ما نسقسوش عليهم؟ لأن القضية مش قضية أنك يعني دير ليلة ولا زوج ولا أسبوع وتفرق، لا، ينبغي أن تبقى هذه المحبة بعد ذلك. أي خير ولا أي عمل صالح ما تنساش هذا الناس اللي راحوا، هذا الناس اللي كنت تقول باللي عزاز عليا، تقرأ قرآن وصدقا ويدخلهم معك في هذا الخير، لأن هذا نقطكم فراق مؤقت أيها الأحباب. فمهما كان هذا العبد عزيزا على قلبك لابد أن تفارقه. لذلك يقول العلماء إذا كان الأمر بهذا الحال فعليك أن تجعل حبك في هذه الدنيا حبا لواحد لا تفارقه أبدا وهو رب العالمين. إذا مهما الإنسان قلت لكم عزيز على قلبك ويروح هكذا، اجعل حبك لمن لا يزول عنك ولا تزول عنه، للرب العظيم الذي أمدك وأوجدك وأرشدك وأكرمك وأعطاك وأنعم عليك بنعمة الإمداد ونعمة الإيجاد ونعمة الهدى والرشاد، وجعلك مؤمنا صالحا في هذه الدنيا. هذا هو الذي يعني الحقيق بالمحبة أيها الأحباب. هذا هو الذي ينبغي أن تجعل كليتك له سبحانه وتعالى. أحبب من شئت مهما يكن فإنك مفارقه، الذي لا يفارقك هو رب العالمين. إذن اجعل محبة ربك في هذه الدنيا سابقة على محبة العباد. صحيح الإنسان مغروز أو الغريزة نتاعو يبغي بويه وأمه وخاوته وغاشيه ويبغي أحبابه وأصحابه، ولكن ينبغي أن هذه المحبة ما تدرش على المحبة الأصلية اللي هي محبة رب العالمين، لأن محبة الخلق غاية ما عندهم أنهم يدعوا لك، يستغفروا لك، يتصدقوا عليك، يذكروك بالخير، ولكن محبة رب العالمين تكسبك الرضا وتكسبك الرضوان وتكسبك الجنة العظيمة، بل وتكسبك النظر إلى وجه الله الكريم. أحبب من شئت فإنك مفارقه،
إذن اجعل محبتك أيها المستمع الكريم لمن لا يتركك ولا يزول عنك ويكرمك في هذه الدار وبعد أن تنتقل منها. ثم يقول واعمل ما شئت فإنك مجزي به. النصيحة الثالثة اعمل ما شئت فإن الجزاء ينتظرك، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. ربي قال لك دبر رزقك، أنا أعطيتك الاختيار وأعطيتك العقل وأعطيتك الفطرة وأعطيتك الشرع وأعطيتك الواقع وأعطيتك الدنيا وما زينتش عليك. كاين الأمور اللي نقهرك فيها، قضية تاع التنفس مقهور، قضية تاع الحركة مقهور عليها، قضية كما نقولوا تاع الطعام والشراب تحتاج إلى الطعام والشراب، لكن هناك أمور خيرك الله فيها، هذه هي التي يحاسبك الله عليها. فالعمل الصالح أنت مخير فيه، العمل عموما أنت مخير، إما أن تعمل صالحا وإما أن تعمل غير ذلك. والعمل كما نقولوا العمل من هو القول والفعل. العمل اعمل ما شئت يعني قولا وفعلا. القول هو ما يخرج عن اللسان، والفعل هو ما يكون ببقية الجوارح، هذا يسموه عمل. العمل هو القول مع الفعل. هذا العمل أيها الأحباب الله تعالى يقول اعمل ما شئت فإنك أنت الذي تنتفع بعملك أو تتضرر به، لا يعود نفعك على الله في شيء، فإن الله غني عنكم وعن أعمالكم، وإن الله رب قال ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. لكن العمل أيها الأحباب فائدته أنه تتحدد منزلتك في الجنة به. معنى يوم القيامة هذه الجنة التي أعدها الله للصالحين لعباده الدخول إليها برحمة الله. إذا بغى ربي سبحانه دخلك يعني بلا ما. ولذلك يقول لك العلماء هذا المؤمن لما يموت وظيفتك أنك لا تقطع له، ما تقول بلي راه في الجنة، ما تقول راه خليه عند ربي سبحانه، تقول أظن له الجنة. أما أنك يعني تقطع له بالجنة ولا بالنار هذا من عمل رب العالمين. لأن ربي قال لأن سيدنا رسول الله قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، ولأن ربي قال وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. كيفاش نوفقوا بين الحديث والآية؟ الآية تقول باللي العمل ما تدخلوش إلا إذا كان عملته، وسيدنا رسول الله يقول باللي ما كانش يدخل الجنة إلا بالرحمة تاع ربي. لن يدخل أحدكم عمله الجنة، العمل تاعك ما يدخلش الجنة، ما تقراش باللي العمل تاعك يدخلك الجنة تاع ربي أو كيفاه. قال بل تدخلون برحمة الله، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، حتى أنت فاني معنا تدخل بالرحمة تاع ربي؟ قال بلى حتى أنا معكم. فالدخول إلى الجنة برحمة الله تعالى، لأن الجنة هي دار الكرامة والرحمة، يرحم من يشاء. يدخل هذا الجنة ما كاش اللسان، يخرج هذا يدخل هذا النار، هذا فعل رب العالمين، هذا حكم الله تعالى. الأمر هذا عند ربي. شي كيما راهم الناس الآن يجوا ويبدعوا كيطلع لهم ويفسقوا كيطلع لهم ويحكموا على الناس بالكفر وبالشرك لمجرد أنه دخل إلى أحد الصالحين وزاره وتمسح بقبره وقرأ له شوية تاع كلام ربي ودعا ربي، قبل ما يشوف الفعل نتاعه على الحقيقة نتاعه وقبل ما يطلع على القلب نتاعه يحكم عليه بالشرك والعياذ بالله، يحكم عليه بالكفر. وسيدنا رسول الله قال أن من حكم على عبد بشيء إن لم يكن ذلك الشيء فيه يعود على صاحبه والعياذ بالله. إذا الإنسان اتهم أخوه بالشرك ولا بالكفر وهذاك الإنسان كان بريء من هذاك الفعل، هذاك الأمر يعود عليه والعياذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. اللي عاير أخوه بذنب ولا معصية ولا بحاجة ما يموتش هذاك الإنسان حتى يدير هذاك الشيء اللي عاير به عباده. النبي خلاص باش نختم إن شاء الله. إذن أحبابنا العمل أو الدخول إلى الجنة برحمة الله، والعمل هو الذي يحدد لك المنزلة تاعك. وكل واحد يوم القيامة لما يدخل الجنة الله يجعلنا وإياكم من أهلها، كي تدخل الجنة سوف تذهب إلى منزلك مباشرة، ما كاينش اللي يقول لك روح هاي بلاصتك ولا هاي، سوف تهتدي إلى منزلتك في الجنة. قال الله تعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فأسأل الله تعالى أن يرحمنا جميعا وأن يدخلنا الجنة برحمته وأن يكرمنا في هذه الدنيا بالعمل الصالح. اللهم اغفر لهذه الفقيدة وزوجها وارحمهما رحمة واسعة
واجعل البركة في أولادهما وأحفادهما إلى يوم الدين. اللهم يا رب اجمعهما يوم القيامة في مستقر رحمتك. الله لحقنا بهم صالحين. ولا يجعل شر هذا الخير اللي كان في الليالي يكون في ميزان حسناتها وحسنات زوجها. وربي صبر الأهل ينتاحها أولادا وأحفادا. ربي صبركم الصبر الجميل. وربي يعوضنا خير في الدنيا وفي الآخرة. الله يرحم أمواتنا وأمواتكم. والله يجعل ربي إن شاء الله كما أكرمنا وجابنا من كل ما بقعة إلى هذا المكان. الله يجمعنا يوم القيامة على سرور متقابلين. احنا نقول الله يغيثنا إن شاء الله. الله يغيثنا إن شاء الله بحق هؤلاء الصالحين في هذه القرية. اللهم أغثنا يا رب العالمين. نتوسل إليك بسيدنا رسول الله. اللهم أغثنا في هذه الأيام المقبلة المباركة. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. وارزقنا عاما طيبا يغاث الناس وفيه يعصرون. ولا تحرمنا رحمتك لذنوبنا يا رب العالمين. آمين. نعود نطلب السماح من سيادي إن شاء الله. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. جزاكم الله خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.